بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. حبايب قلبي، الفيديو دوت هنعمل فيه غدا وهننزل نقعد تحت في الارض كده مع بعض. هنا كنت بفرط بقى البسله. اول ما صحيت كده الصبح بدات افرط البسله، وكوكا بقى كانت قاعده جنبي هنا، هي بتسلم عليكم. فرطت البسلة كده يا حبايبي، وخرجت الجزر زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، واكون عند حسن ظنكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واللي بيشوفني لأول مرة، دي قناة يوميات أم شاذة، وأنا معاكم يا حبايب قلبي أم شاذة. ودي كوكا الصغيرة بنتي. آه اللهم صل على محمد. هنا بقى انا كنت هنا بفرط بقى البسله يا حبايب قلبي كده، وبخرط الجزر. كان الصبح بدري. يلا يا حبايب قلبي، اللي بيتفرج على الفيديو ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويكتب لي تعليق حلو من ايديكم. وشكرا على تفاعلكم معايا على الفيديو اللي هو بتاع الاكل على قد الايد، وصفات على قد الايد. شكرا يا حبايب قلبي. اللي حابب ان انا اغير له في الفيديوهات واعمل وصفات على قد الايد، ووصفات تبقى بمكونات موجودة في البيت، يكتب لي تحت في التعليقات ويقول لي ايه رأيه في الفيديو اللي فات. هنا بقى انا بعد ما فرطت البسلة كده، حبيت اعمل بقى كوباية قهوة كده. حطيت نص معلقتين قهوة صغيرين خالص، وحطيت معلقتين سكر، وحطيت نص الفنجان دوت مية، ودوبتهم مع بعض كده يا حبايبي. وبعد كده بقى حطيت بقية المية، وهنبدأ بقى ان انا حطيتهم على الاصغر عين في البوتاجاز ووطيتها خالص. وبعد كده بقى يا حبايبي، دي شكل القهوة بتاعتنا. بصوا بقى ما شاء الله، الوش بقى جميل جدا ازاي. هعمل بقى هنشرب بقى فنجان القهوة ده، وبعد كده بقى ارجع لكم تاني. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا كده. اول حاجة كده يا حبايبي، معايا بصلة صغيرة او بصلتين متوسطين. هنبدأ بقى نقشرهم ونغسلهم غسلة حلوة. هنخرطهم بقى تخريطة صغيرة كده، ولو حابة تعمليهم في الكبة ماشي، حابة تخرطيهم على ايدك كده برضو ماشي. هنخرطهم تخريط صغير خالص. خلاص كده يا حبايبي، خرطنا البصل. هننزل عليهم بقى بشوية من الزيت كده صغيرين. هنبدأ بقى نشوح البصلة كده لحد ما تاخد لون ذهبي، وارجع لكم تاني. ودي بقى البسلة اللي انا كنت مخلطاها، خرطت عليها جزرتين صغيرين وبطاطساية. انا بحب اعمل البطاطساية الصغيرة مع البسلة، عشان عندي ابني محمد ما بياكلش البسلة، فبعمل له بطاطساية كده معاها. هنا بقى انا غسلتها هنا بعد ما انا فرطتها كده يا حبايبي. وهجيب بقى حوالي نص كيلو من القوطة. ده الكيس بقى اللي انا فضيت منه الطماطم. هبدأ بقى اشيل قشر البصل والحاجات اللي كانت في الحوض في قلبي. هنغسل بقى الطماطم كده ونضربها في الخلاط. كل ده طبعا وانا البصله بتتشوح على البوتاجاز. على بال البصله لما تاخد لون كده دهبي، هنفرم بقى الطماطم دي كده مع بعض. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي في التعليقات، وابدأوا اشتركوا في القناة. اللي ما اشتركش يشترك، اضغطوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو، وهتلاقوا علامة لايك، اضغطوا عليها واكتبوا لي تعليق حلو من ايديكم. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. وهنا بقى بعد ما البصلايه اتشوحت كده وخدت لون بسيط، نزلت عليها بحوالي فصين توم مهروسين. ما بكترش التوم في الصلصة بتاعت الطبيخ. وهنا بقى نزلت بنص معلقه كده من الفلفل ونص معلقه من الكمون، برضو يتشوحوا كده
مع البصلايه الريحه بتاعتهم بتطلع، ريحه البهارات دي لما بتنزل على البصله وهي بتتشوح كده ريحه البهارات بتطلع، بتتحمص يعني مع الزيت، بتبقى ريحتها جميله قوي. بعد كده بقى هننزل بعد ما الثوم خد تشويحه كده مع البصلايه، هننزل بقى بالبسله والجزر والبطاطس كده نشوحهم برضو معاهم. في ناس بقى بتعمل الصلصة، بتعمل البصل اللي بتحمره وبعد كده تنزل عليه بالطماطم وتسيبه يتسبك. بعد ما الطماطم بتتسبك بينزلوا عليها بالشوربة او المية ويسيبوها، لما تقلب بينزلوا عليها بالبسلة. لا انا بحب اعمل الخطوة دي، بحب اشوح كده البسلة مع البصل. وطبعا اللي حابب يعمل كده ماشي، واللي حابب يعمل كده ماشي، انا متعودة على الطريقة ديت ومعتمداها على طول. فطبعا انت اعملي بالطريقة اللي انت بتحبيها، كل واحد يعمل بالطريقة اللي هو بيحبها. انا بديكي الفكرة وانت حرة، اعملي بالطريقة دي ماشي، عايزة تعملي بالطريقة دي ماشي. كده بقى هنشوح البسلة مع البصل والجزر والحاجات دي كلها مع بعض، وبعد ما يتشوحوا بقى هننزل بالطماطم. كمان يا حبايبي الطريقة دي تعتبر يعني ايه زي كده ني في ني، طبيخ ني في ني. تمام، هنسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض، وبعد ما يتسبكوا بقى بنبدأ بقى ان احنا نزود الشوربة بتاعتنا. هنا بقى يا حبايبي الفراخ دي انا كنت نقعاها طبعا، اول برضو ما صحيتش الصبح نضفتها وشلت منها الزلال، ريشة زيادة حاجة، شلت منها كل الكلام ده، وحطيت معلقتين ملح زي ما احنا متعودين، وشوية من السكر، ومعلقتين دقيق، وعصرة ليمونة، وعملت المحشي. بصوا بقى دي برضو طريقة جديدة، يعني مش جديدة، انا برضو بعمل الفراخ بسويها بالطريقة ديت، اللي حابب برضو يجرب الطريقة دي. بس والله العظيم بتفرق جدا جدا مع الفراخ لما بتشوحيها مع معلقة سمنة بلدي كده في الاول خالص. بتدي الفراخ، اولا بتدي الفراخ صدمة، كمان بتخلي الفراخ تنزل اي المية فيها بتنزلها في الخطوة ديت. ولما بتيجي بقى تحطي المية اللي هي المية الدافية بقى على او مية ساقعة عادي، الفراخ لما بتشوح انزلي عليها بمية ساقعة عادي. هنا بقى انا بعد ما شوحتها مع السمنة كده هننزل عليها بقى بالبهارات الفراخ وملح وفلفل وكمون ونص معلقة من الكزبرة ومعلقة من الملح. اما بتيجي بقى تزودي المية زي ما انا قلتلك بتلاقي الشوربة مش مريمة، وبتلاقي الشوربة بتاعتك صافرة وجميلة، ومعلقة السمنة دي بقى بتطلع مع الدهون بتاعة الفرخ على الشوربة، تلاقي الشوربة كده صافرة وجميلة جدا. وهنا بقى انا نزلت بجزراية وطماطماية وبصلاية كده. بصوا بقى البسلة يا حبيب قلبي بعد ما اتسبكت كده واستوت. وهنا بقى الفراخ طبعا كانت كمان اتشوحت اهي، شوحتها كده وخليت تنزلت المية اللي فيها. بصي يا حبايبي الشوربه بتاعت الفراخ ما شاء الله، الشوربه بتاعتها صفرة وما فيهاش اصلا اي ريم، يعني انا كده بشوف لو عليها ريمه بشيلها عشان الريمه دي بتدي زفاره للشوربه، اللي هي بتطلع على حرف الحله في الحرف كده وتلاقيها سمرة. لا انت شيليها عشان حلتك تبقى نظيفه والشوربه بتاعتك تبقى رايقه وحلوه. هنا بقى انا وطيت على الفراخ خالص سبتها تستوي براحتها، وهنغسل بقى الرز نقيته كده وهبدا اغسله معاكم. وكمان حاولي ان انت لو انت مش عايزه الرز بتاعك يبقى معجن ومفرفط اغسلي الرز قوي وما تخليش فيه الميه بتاعته دي تبقى رايقه، ما تبقاش بيضه وفيها نشا، النشا ده هو اللي بيخلي الرز يلزق في بعضه ويبقى معجن منه. فاغسلي الرز مره واثنين وثلاثه لحد لما تلاقي الميه بتاعته رايقه وبيضه كده وهيطلع معاكي رز زي الفل. هنا بقى انا غسلت اهوت قدامكم وبصوا الميه بتاعته ما شاء الله بيضه شفاف خالص دهيت. معايا بقى حلة فاضية هنحط بقى معلقة كبيرة من السمنة، وهنحط برضو شوية من الزيت عشان الرز يبقى مفلفل معاكي كده، المعلقة حبة الزيت دول هما اللي بيخلوا الرز ده مفلفل معاكي. هننزل بقى، يعني انا عاملة كيلو رز بحط حوالي يعني ايه كيس الا شوية من الشعرية، بحب الشعرية كتير في الرز. هنبدأ بقى نحمر الشعرية دي مع السمنة والزيت كده، وطبعا خلي ايدك فيها على طول عشان لو سبتيها وسهيتي عنها هتلاقي الشعرية جنب احمر وجنب ابيض، وبتلاقي الشعرية لها ريحة كده مع رز مش حلو.
فطبعا لازم تخلي ايدك فيها، هي ما بتاخدش وقت خالص. بصوا ما شاء الله احمرت وبقت دهبي ازاي وجميله. هنبدا بقى ننزل عليها بالرز اللي احنا غسلناه، وهنشوحه برضو. تشوحي الرز كده مع الشعريه ونص معلقه من الملح. هتشوحي بقى الرز كده لحد ما تلاقي الرز ده حبايته بقت محمصه كده معاكي. هنا بقى بصوا الشوربه بتاعت الفراخ يا حبايبي عامله ازاي، ما شاء الله جميله جميله وصفرة كده وما شاء الله. هنبدا بقى نحط على الرز بعد ما تشوح. وهنا بقى البسله برضو يعتبر كانت استوت كده، يعني استوت بنسبه 70%. هنكمل بقى استواها مع الشوربه. هنسيبها بقى هي تاخد قلبه واتنين وخلاص كده هتبقى استوت. وهندوق القعد بتاعها كده، الملح بتاعها مظبوط. وطبعا هنا الرز بقى كان اتشرب اهوت. هبدأ بقى اوطي عليه. هخلص بقى واوريكم يا حبايبي الاكل بعد ما يستوي. بصوا بقى الرز ما شاء الله كده استوى اهوت، والفراخ بتاعتنا برضو مستويه اهيت وخلصانه على التحمير. وادي البسله برضو هي، بصوا القعد بتاعها ما شاء الله احمر وجميل ازاي. وهنا بقى انا بعد ما خلصت خالص ركنت الاكل شويه على بال ما ولادي جم بقى من الدرس، وبعد كده بقى بدات احمر الفراخ. هخلص بقى يا حبايبي وهرجع لكم تاني. هنا بقى انا فين، انا كده خدت الاكل بقى ونزلنا عشان نقعد تحت في الارض. كان ابو شذا كان بيعمل حاجات تحت في الارض، وانا بقى خدت الغدا كده ونزلنا قعدنا انا والعيال. وجبنا الغدا بتاعنا معانا وفضلنا بقى قاعدين هنا لحد بالليل. بصوا بقى ايه رايكم في القعده الجميله دي. وكوكا طبعا قاعده مستنيه الاكل، كانت جاعت خلاص. فرشت بقى هي واخواتها، وانا جهزت بقى الاكل وغرفت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كان الغدا بتاعنا يا حبايب قلبي. وهنا بقى ولعنا كده بقى بعد ما اتغدينا عشان نعمل شاي على الولعة. وشيلنا بقى الاكل كده على جنب، علشان طبعا احنا كنا قعدنا لحد بالليل في الارض. فانا قلت لو حد في العيال جاع ولا حاجة ابقى اغرف له. هنا بقى دي كانت الكانون بتاعنا الصغير دي حبايبي، ايه رايكم فيه؟ والله تاني يوم جبنا رنجة وسردين وشوينا رنجة على الكانون ده. بس كان الوقت كان خلاص قربنا على المغرب وكان الوقت ضلم، ما لحقتش اصور لكم. وهنا بقى كنت بعمل بقى الشاي. هلقم بقى في الكنكه. انا عماله هنا بسالهم مين اللي هيشرب شاي مغلي ومين اللي هيشرب كشري، محدش راضي يقولي. فقلت خلاص هعمله كله في الكنكه. قولوا لي حبايب قلبي ايه رايكم في الفيديو. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وتنور رضاكم واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. انا فرحانه بالفيديو بتاعي امبارح والله العظيم اللي انا نزلته لكم. الحمد لله عدد المشتركين بدأ يزيد والمشاهدات بدأت تتظبط عن الاول. الحمد لله رب العالمين فضلا وليس امر. ما تنسوش لايك للفيديو يا حبيب قلبي. لو كل واحد فيكم اتفرج على الفيديو يحط اللايك بالله عليكم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايب قلبي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.